السلام عليكم. تسبب تسمم غذائي في وفاة تلميذ يبلغ من العمر حوالي 14 سنة داخل إعدادية ابن الجوزي بدوار ولاد يحيى بتراب جماعة تمصلحت التابعة لإقليم الحوز. وحسب مصادر فإن الهالك فاجأته آلام حادة في البطن قبل أن يسقط أرضا أمام زملائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بباحة المؤسسة التعليمية، فيما تعرض زميلان له لنفس الآلام وتم نقلهما صوب مستعجلات مراكش. ومن المرجح أن يكون التسمم الغذائي هو السبب في هذه الحادثة جراء تناول الضحايا لوجبة الطون والحرور عند إحدى السيدات التي تبيعها بجوار الإعدادية. وفور علم رجال الدرك الملكي بالواقعة انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساتها، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الرئيسية للوفاة. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.